سمعت عن فوكس استراتيجي ان ريل استيت؟ تعال اقول لك ايه هي. الثعلب مش اقوى حيوان في الغابه، لكنه اكتر واحد بيعرف يلعبها صح. ما بيكسبش بالقوه ولا بالصوت العالي، لكنه دايما سابق بخطوه. زي ما روبرت جرين قال: hide your intentions, show people a different picture of you. وده بالظبط اللي بيخليك تكسب حتى وسط منافسين اقوى منك. تعال نقسمها لشويه رولز. اول حاجه: show one thing, think another. يعني بين غير اللي جواك. لو العميل بيقارن ومش واضح، او قال لك انا لسه بفكر ومش مستعجل، ردك هيكون: تمام جدا، انا هنا مش عشان الح على حضرتك، انا هنا عشان اساعدك تشوف الصورة كاملة وتقارن صح. وانت كده كده عارف ان هو بيدور على افضل اوفر او افضل سعر. تاني رول: create soft confusion. خلي العميل يحس ان هو اللي بيقود الحوار، لكن انت اللي بتوجهه للي بيخدم هدفك. لو قالك في مشروع تاني احسن او اوفر تاني احسن من الاوفر بتاعك، قول له ده حقيقي، في مشاريع كتير افضل، بس خليني اوضح لك الفرق الحقيقي في التفاصيل اللي قليل بياخد باله منها. وابدا اركز على السيلينج بوينت بتاعه المشروع بتاعك، زي التشطيب، اللوكيشن، الفاسيلتي، الكوميونتي، الافتر سيل. تالت رول: withdraw at the right time. لو حسيت العميل مش جاهز او بيلف كتير، ما تلحش، اعمل كده: انا شايف انك لسه في مرحلة تفكير وده طبيعي، بس حابب اكون موجود لما تبقى جاهز تقرر عشان اقدم لك احسن اوفر. وسيبه فترة وارجع له باوفر تاني او ابديت عن البروجكت اللي انت كنت بتتكلم عنه. رابع رول: سترايك اند ديسابير. ابعت له مسج فيها فاليو او مقارنة من غير ما تطلب منه يرد. زي كنت بتكلم مع عميل اشترى في نفس المشروع اللي كنا بنتكلم عليه، والجميل ان النهارده ظهرت فيس جديدة بس بسعر اقل، وقلت ابلغها. واختفي بعدها وسيبه يفكر. في السوق مش الأقوى هو اللي بيكسب، الذكي اللي بيخلي العميل يوصل لقرار هو فاكر إن القرار قراره هو. خليك ثعلب وخليك دايما سابق بخطوة.